وروى أحمد من حديث عبد الله بن عباس قال لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به في ليلة إلى بيت المقدس وإلى السماء السابعة، في ليلة واحدة، بين كل سماء وسماء 500 عام في ليلة، هذا من الله سبحانه وتعالى. رجع فقعد بجانب الكعبة، قال وأنا مهموم، قال وأعلم أنهم سيكذبونني، ما صدقوا بأمور هي أدنى من هذا، كيف سيصدقونه أنه بليلة مشى إلى بيت المقدس التي كانوا يمشونها بشهر، وليلة واحدة إلى 7 سماوات. قال وأنا مهموم وأعلم أنهم سيكذبونني. فجاء أبو جهل عدو الله فقال هل من جديد؟ انظروا هل من شيء؟ قال نعم. قالوا ماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال متى؟ قال البارحة. قال وأصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. فسكت أبو جهل. قال سأدعو الملأ وتخبرهم بما حدثتني، خوفا أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا جهل كذب علي. انظروا إلى هذا الحقد، يريد أن يشوه هنا وهنا، تشويه بالخير وأهل الخير، لكن أن له ذلك؟ هذا دين الله. فدعاهم قال أخبرهم بما أخبرتني، فأخبرهم. إلى أين؟ إلى بيت المقدس. قالوا وأصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. قال فبين مصفق وبين واضع يده على رأسه، أي أمر عظيم هذا، معناه عندهم هذه كذبة عظيمة، هذا كذب عظيم واضح. لكن دين الله صبر على هذا الحرب وعلى هذا التشويه وعلى هذه الغربة وعلى هذه الكربة وعلى ما هو فيه، صبر على ذلك فنصره رب العالمين سبحانه وتعالى.